السلام عليكم البنات. كنتمنى ما نكونش تعطلت عليكم بزاف لان لاحظت راسي تعطلت شويه. آه، كما كتشوفوا فهذا بيت ولادي. بغيت نغيره كله. كما كتشوفوا ما عنديش منظم ديال اللعاب ولا كنحاول نديرهم في دوك الشبيكات تمايا. عندي هاد الناموسيه ديال الاسره، سرير فوق سرير ماشي عملي، حسيت به المجوره تهرسوا ليا كما شفتوا ما كيدخلوش مزيان. الناموسيه تهرسات حتى هي. حاولت بانني شاده بزاف ديال المسامير، حاولت بانني نصلحها وهذا، ولكن صراحه ماشي عمليه، بالاخص التحتانيه حيت كتخرج وكتدخل بزاف. المهم هذا هو البيت ديالهم بالكامل. هذا بيرو فين كيقراو. هكا كنت دايره التنظيم قبل. هكا هذا هو بيت ولادي جوج. انا عندي ثلاثه الوليدات، واحد عنده بيت ديالو خاص به، وهادو عندهم بيتهم هكا، ما عندهمش اتساع فين يلعبوا. جاتني فكره بانني بغيت ندير لهم ناموسيه حدا ناموسيه، ما بغيتش ندير لهم هكا نخلي لهم وحده فوق وحده، وبغيت نديه البيت اخر كبير شويه لان هذا ما غاديش يقد ليا ناموسيه حدا ناموسيه. وقلت نبدا معكم من الاول نوريكم التفاصيل كلها، لان انا بغيت ندير حوايج اعمال يدويه كما كتشوفوها الناموسيه مهرسه شفتوها. بغيت ندير اعمال يدويه بزاف في بيت ولادي. بغيت نصايب واحد المنظم، نصايب بزاف ديال الحوايج فيه. وبغيت اولا نحول باش هكا ناخذ العبار، وقلت ارى نبدا معاكم من الاول. علاش لا؟ بغيت نبدا نفصل ودخلت للبيت قلت ارى ندير لهم واحد الفيديو ان شاء الله، وغادي نلوح لكم هاد الفيديوهات على اجزاء. كما كتشوفوا انا استعنت بهذا الشنيول، نتوما ممكن تستعنوا بطرنوفيس عادي. وتابعوا معايا ان شاء الله لان عندي الجديد بزاف ما تشوفوا ان شاء الله.